ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو النهارده بيتكلم عن ازاي تعملي ميك اب اللوك اللي انا حاطاه ده. للناس اللي هي هتخرج في راس السنه او كده، ده ستايل يعني تقدري تحطيه وكده. طبعا يعني معروف ان دايما ميك اب راس السنه وينجد لاينر مظبوطه وليبستيك احمر وشكرا كده. فذاتس واي ان انا في التوتوريال ده يعني خلاص حطيت بس يا دوبك يعني حطيت مثلا ميك اب العينين يا دوبك بس بني خفيف، عملت له بلاندنج، وذهبي حطيته بشكل عشوائي يعني ما استخدمتش ماك فيكس بلس ولا اي حاجه، يا دوبك بس ذهبي خفيف ووينجد لاينر وليبستيك وفاونديشن وشكرا كده يعني. يلا بينا نبتدي التوتوريال. ومعلش انا بعتذر لكم لو انا صوتي شكله غريب، يعني صوتي غريب وكده لان انا عيانه. فيلا بينا نبتدي الفيديو. انا اوريدي عملت حواجبي قبل التصوير، هستخدم ماك بوت سوفت ارت. وهستخدم الفرشه المنكوشه اللي قلت لكم عليها. بالنسبه للاي شادو زي ما قلت لكم هستخدم مورفي 35 كي. هختار اللي هو اللون البني ده، هو ده الترانزيشن كولر. هبتدي اعمل له بلندنج حاجه خفيفه جدا. بعد ما حطينا الترانزيشن كولر زي ما انتم شايفين، انا يعني انا في الميك اب توتوريال ده مش عايزه ابين رسومات معينه للعينين، لانه يعني مش عارفه، بس في راس السنه مفيش حد عنده وقت ان هو يعني يقعد يرسم بقى رسومات ويشوف ويقعد يعمل بلندنج والجو ده. فانا يا دوبك بس عملت درجه بني دي عشان تبين كسره العين، واحط لون ذهبي هنا خفيف جدا. يعني حتى يعني انا مش هستخدم ماك فيكس بلس عشان اخليه لون ذهبي واضح وصريح والجو ده، لا انا احط ذهبي خفيف جدا يكاد يكون ما يبانش اصلا. وعشان انا مينلي زي ما قلت لكم قبل كده انا هركز على الايلاينر ان هو يبقى بولد والليبستيك احمر وخلاص. وبعد ما خلصنا الاي شادو هحط بقى جيل لاينر عادي اللي هو ماك، والفرشه بتاعته اللي هي زي دي. وبما انه يعني ميك اب نيو يير فلازم بقى يبقى فيه صرف في الحاجه وكده، فانا هستخدم رموش هدى بيوتي. انا كل مره بستخدم ريد شيري، بس المره دي بما ان هي بقى يعني خروجه حلوه وكده فانا خليني استخدم هدى بيوتي. اسمها سامانتا 7. اوكي، فانا هحطها وهرجع لكم تاني. طريقه تركيب الرموش هتلاقوها في فيديو من الفيديوهات اللي انا كنت منزلها قبل كده. طب ده بالنسبه للرموش، انا خلاص حطيت الرموش زي ما انتم شايفين. يعني انا يعني بحب رموش هدى بيوتي لان هي غير ان هي بتعمل لك دراماتيك لوك وبتخلي الميك اب شكله حلو فعلا وبيفرق، انه الشعر بتاع الرموش محطوط راندوم فباين ان هو طبيعي اكتر من في رموش كتير بنيجي نشتريها بتبقى رموش محطوطه كلها جنب بعض شكلها متساوي كانها يعني معموله. لكن الرموش دي احلى حاجه فيها ان هي منكوشه شويه فباين الى حد ما ان هي شويه طبيعيه يعني. المهم بعد ما خلصت المفروض ان انا الخطوه التانية ان انا احط ميك اب تحت العينين، بس ده بخليه خالص اخر خطوه بعد فاونديشن وبعد كل حاجه. بالنسبه للوش بقى، ميك اب الوش انا يعني حطيت برايمر خلاص اللي هو سماش بوكس، خلاص انتوا حفظتوه فانا خلاص يعني مش هعيد تاني. بالنسبه للفاونديشن المره دي هستخدم باليت كده جديده اسمها جرافيتوبيان. دي باليتا يعني فيها كل درجات الفاونديشن. انا بنصح ان البنات اللي هم لسه مش عارفين درجتهم وكل شويه ينزلوا يشتروا فاونديشن ويطلع يا اما فاتح يا اما غامق او كده، انا شايفه انه الاحسن هاتي الباليتا دي وجربي فيها لغايه لما تلاقي اللون المظبوط عليكي اللي هو خلاص اللي هو يا دوبك ماتشز يور نيك يعني، وهو ده بالظبط درجتك. بعد كده ليه تقولنا ما تحبي بقى تجيبي اي فاونديشن بتحطيه جنب اللون اللي انت يعني اللي هو اللون بتاعك بتحطيه هما نفس التون نفس الدرجه، خلاص يبقى هو ده. فخلينا نجربها. طيب ده بعد ما حطينا اللون الاولاني، اللون هنحط بقى اللون اللي هو في النص اللي هي الدرجه اللي قبليه اللي هي دي. وبالبيوتي بلندر المبلوله هعمل لها بقى دابنج علشان الخطوط اللي انتوا شايفينها واختلاف الدرجات.
نبتدي بقى نحط كونسيلر تحت العينين. انا هستخدم كونسيلر ماك برو لونج وير كونسيلر، ده كان جايلي من رانفا. الخطوه التانية بعد كده بقى ان انا هبتدي بقى احط لوز باودر تحت عيني. قبل ما ابتدي اكمل باقي الخطوات انا ممكن استخدم ماك اللي هو ليب كونديشنر، هحطه على شفايفي علشان عقبال ما اخلص بقى الميك اب وكده يكون عمل يعني افكت وكده. الخطوه اللي جايه اللي هي اللوز باودر، هستخدم بين ناي بنانا باودر. بصوا انا انتوا بتلاقوا دايما في التوتوريالز بتلاقوا مثلا البنت بتبقى حاطه ميك اب او كده بتحط تو ماتش باودرز تحت عينيها، ده علشان هما بيحطوا ميك اب العينين اخر حاجه، فالاي شادو عشان ما يوقعش على الفاونديشن والكونسيلر والكلام ده فبيحطوا باودر كتير علشان بعد كده يشيلوا بقى الباودر في اخر الفيديو فالميك اب ما يبوظش وكده. انا يعني ببتدي ميك اب العينين الاول، فبالتالي مش بيبقى فيه اي شادو بينزل على الفاونديشن او حاجه، براحتي ببتدي ميك اب العينين واعك وامسح واعمل اللي نفسي فيه وبعد كده بحط فاونديشن. هنور بقى يعني هعمل بيه تحت العينين. هو انا قلت لكم قبل كده ان هو ميزته ان انا بحس ان هو فعلا بينور تحت عيني. هستخدم باودر فاونديشن كيت فون دي. انا درجتي ميديوم 53. نيجي بقى للكونتور. هستخدم برضو تو فيس ليتل بوك الدرجة اللي هي دي. بالنسبه للبلاشر المره دي بقى هستخدم تو فيست، انا لسه جايباها جديد، دي اول مره يعني هستخدمها. انا مش عارفه هي اسمها ايه بصراحه، هي المفروض بيبقى ليهم يعني في كذا درجه من البلاشرز بس انا مش عارفه دي انهي درجه فيهم بصراحه. ممكن بس مش عايزه، انا خايفه احط كتير يعني. بالنسبه للهايلايتر بقى هستخدم سليكت. هستخدم الدرجه دي. فظيعة دي بقى لازم تستخدميها بالليل يعني بفرشة صغيرة هتمشي بقى تحت خط العين عادي. وهستخدم كلينيك بوتوم لاش. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا، باقي بقى الشفايف. انا في تريكايه كده شفتها على النت بنات بيعملوها عشان يكبروا بقهم بس انا مجربتهاش قبل كده فانا هجربها. بيعملوا ايه؟ بيعملوا كونتور للحته دي. تمام. هوريكم ازاي. قال يعني بتكبر البق. مش عارفه، انا اول مره هجربها يعني فمش عارفه هتنجح ولا لا، فاكس يعني. طيب هعمل بقى تحديد للشفايف. هستخدم فلور مار قلم عادي، ليب لاينر احمر عادي مفيش فيه اي مشكله. انا كنت جايباه من فلور مار مول اوف ارابيا. انا مش عارفه هو مظبوط ولا لا، انا مش بعرف ارسم بقي قدام الكاميرا قوي. بس متهيألي مظبوط يعني، لو مش مظبوط اظبطوها انتوا بقى. حلو قوي. بالنسبه للليبستيك اللي انا حطيته انا نسيت اقول لكم عليه. اسمه ماك، اسمه هقول لكم ريترو مات فاشن ليجاسي تقريبا. هكتب لكم اسمها بالظبط على السكرينه. دي اللي هي درجه احمر اللي هو انت بتبقي ماشيه يبقى باين انك حاطه احمر يعني. فدي الدرجه اللي انا حطيتها. للناس اللي اول مره يشوفوني، انا عليا بعمل فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فلو عايزه تنضمي لينا ممكن تعملي لايك على صفحه الفيسبوك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب. يا رب يكون التوتوريال عجبكم واشوفكم ان شاء الله المره الجايه. باي باي.